ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل الوصفه اللي انتوا شايفينها دي، بجد وصفه جميله جدا جدا جدا. تابعوني لاخر الفيديو عشان تعرفوا الطريقه. هنا انا حاطه في الكبه ده نص كيلو صدور مقطعه قطع صغيره كده عشان هفرمها. تمام. معاهم هنا دي بصلايه، فلفلايه حمراء وفلفلايه خضراء، كله كده في الكبه مع بعض. البهارات ملح وفلفل والسبع بهارات، بهارات فراخ وكزبرة وبابريكا وقرفة. معلقة صغيرة بيكنج باودر عشان ما تبقاش الكفتة كده مكتومة. معلقتين كبار بقسماط. هنضرب المكونات دي كلها كويس جدا جدا في الكبة. طلعت بالمنظر ده. هنعملها كور كده صغيرة. الطبق اللي انا حاطه فيه ده حط فيه مية كده عشان لو حسيت ان يعني بتلزق في ايدي احط من المية دي كده. هنعمل كل الكمية بالشكل ده. عملنا كل الكمية. نحمرها بقى كده في الزيت. وما تقلقيش مش هتفك خالص خالص، يعني اهو انا بقلبها اهو، ما فكتش ولا حصل لها اي حاجة. حلوة جدا الطريقة دي، بجد بتبقى جميلة قوي قوي قوي. النتيجة بتاعتها بتبقى فعلا حلوة. زي ما انتوا شايفين انا بقلبها براحتي خالص، استحالة ان هي ان شاء الله ان هي تفك مني. هنا بقى هنعمل الصلصة بتاعت المكرونة. هنا دي بصلاية وفصين توم كده مهروسين، هنشوحهم كده على النار. البهارات ملح وفلفل والسبع بهارات وبابريكا وكمون وكزبرة. هنقلبهم كده مع البصلاية والثوم. ده مكعب مرق الدجاج. هنقلب كل المكونات دي كده مع بعض. هنضيف كيس الصلصة ده تقليبة بقى، وبعدين نضيف عصير الطماطم تقليبة، وهنسيبهم بقى كده مع بعض لحد الصلصة دي ما تتسبك خالص. خلاص الصلصة اتسبكت. نضيف بقى عليها المكرونة. بجد وصفة سريعة جدا 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 وسهلة، والنتيجة بتبقى حلوة قوي. نقلبهم كده مع بعض. تمام كده خلصت معانا. نجيب كده اي صينية او طاجن اي حاجة عندك. هنحط المكرونة كده عليها بقى. هنضيف كفتة الفراخ. هنحط كده قطعة كده بالتساوي. طريقة جديدة وجميلة وحلوة قوي. تمام حلو جدا كده. هنحط بقى على الوش جبنة موتزاريلا. هندخلها الفرن يدوب بس تاخد الجبنة بس تسيح من على الوش وخلاص. دخلتها خدت الجبنة بس ساحت خلاص. نقطعها بقى. بجد حلوة جدا جدا، طريقة جديدة جميلة وسهلة. الوجبة سهلة قوي، يعني ما بتاخدش وقت. اتمنى ان انتوا تجربوها، وانا متأكدة ان شاء الله ان هي هتعجبكم. بجد حلوة جدا جدا، والجبنة شكلها حلو وكل حاجة بصراحة حلوة.